الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم تاني بعد ما عملنا العجه وقلت لكم احنا هنعمل مع بعض عيش فينو. هنقول لكم بقى على طريقه العيش فينو لان محمد لسه جاي من الدرس حالا اهو. هنصلي على الحبيب المصطفى وهنقول احنا عملناه ازاي العيش الفينو ده. طبعا الدقيق اللي انا كنت بوريه لكم وانا بعمل العجه دقيق اطيب دقيق ما شاء الله تبارك الله، روعه الروعه. طبعا احنا كنا جايبين 3 كيلو وسايبينهم في البيت، فانا خدت منه نص كيلو، والنص كيلو دقيق عملنا عليه يا حبايب قلبي بالصلاه على النبي كده. هوريكم الاول العيش الفينو كده بالصلاه على الحبيب المصطفى. صلى على الحبيب المصطفى يا حماده. بصوا يا حبايب قلبي العيش الفينو كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ده العيش الفينو مستوي من فوق ومستوي من تحت. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. نص كيلو دقيق على نص كوباية من الزيت على 4 معالق سكر، 4 معالق المعالق الكبيرة اللي احنا بناكل بيها. وانا بوصف لكم ببقي عشان محمد ما كانش هنا، بس هو انا المرة الجاية ان شاء الله اوعدكم بإذن الله ان عشنا وكلنا عمر هنعمله مع بعض. جبنا نص كيلو دقيق، حطينا عليه نص كوبايه زيت، حطينا عليه معلقتين خل لتحسين العيش. في ناس بيعملوه بالبيض ماشي. فهنصلي على الحبيب المصطفى. قلنا نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الزيت، معلقتين من الخل الابيض. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. وزي ما قلنا نص دقيق ونص كوبايه زيت و3 معالق من السكر وبيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر. صلينا على النبي. وحته خميره بيره شارياها من الفرن اللي احنا بنجيب منه العيش. صليته على الحبيب المصطفى. وطبعا سبته يخمر، وبعد ما خمر يعني عملته كده، يعني انا بوصف لكم انا عملته كده على ايدي وسبته لحد ما خمر. وبعد كده فردته، يعني بططته كده وقمت فرداه وقمت اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. طبعا هو انا مش هينفع، هو انا بوصف لكم اللي انا عملته. طبعا بعد ما خمر انا خبزته فردته على الصينيه وقمت لماه اللمه دي كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا برضو انا بوصف لكم وبرضو لازم يتعمل معاكم. هنصلي على الحبيب المصطفى. طبعا بعد ما خمر سبته يا دوب نص ساعة لحد ما خمر، عشان انتوا عارفين ان الجو برد وسبته لحد ما خمر. وبعد كده خبزناه وحطيته في قلب الفرن واستنيت لما محمد جه وقلنا نعمله مع بعض. احنا كنا وعدناكم ان احنا هنعمله معاكم، بس عشان دروس محمد وكده ربنا معاه يوفقه ويوفقكم جميعا ويوفق لكم ولادكم يا رب وجزاكم الله خير الجزاء. معانا هنا جبنه شيدر، دي جبنه شيدر. هنعمل ايه كده بالصلاه على الحبيب المصطفى؟ هنحطها كده وهنحط معاها خيار اهو يا حبايب قلبي كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي العيش الفينو اللي احنا عملناه. يعني نقدر نستغنى ان احنا ما نجيبش عيش من بره ونعمله في البيت. عرفتوا احنا قلنا ايه بالصلاه على الحبيب المصطفى؟ وادي قرص برده بالصلاه على الحبيب المصطفى. دي برده دي تنفع للهمبرجر، يعني لو احنا عندنا همبرجر وعايزين نعمله بدل ما نشتري من بره هنحشيه ده اهو. شايفين ما شاء الله تبارك الله. هنعمل ايه برده بالصلاه على الحبيب المصطفى؟ هنحشيها جبنه. ادي الجبنه الشيدر اللي معانا، هنقطعها حتت صغيره كده زي ما قلت لحضراتكم. اللي عايز يجرب التجربه بتاعه ام احمد اعملوه نص كيلو دقيق، نص كوبايه زيت، 3 معالق سكر، معلقه بيكنج باودر، اللهم صل على النبي، ومعلقتين من الخل وشويه ملح ماشي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اهو. وما نيجي نعمل الهمبرجر دي القرص دي بيتحط في قلبها الهمبرجر ماشي يا حبايب قلبي اهو. ايه رايكم كده بالصلاه على الحبيب المصطفى اهو؟ يعني كده زي ما يكون فيها همبرجر. هبقى اعمل لكم برضو الهمبرجر كده ان شاء الله في اقرب وقت هنعمل الهمبرجر مع بعض ماشي اهو. دي اللي بتحط فيه الهمبرجر ماشي يا حبايب قلبي. وبرضو ادي برضو قرصه تانية انا بوريكم ما شاء الله تبارك الله. يعني عقبال ما محمد راح وجي قال لي انت لسه تعملي يا تيتا؟ قلت له لا ما انا عملته، ما لقيتك اتاخرت في الدرس. ما هو المخرج بتاعنا، المخرج بتاعي محمد، المخرج بتاعي. ما هو محمد مش موجود ما انا مش هعرف اعمل حاجه. ما شاء الله ولادي بقى كل واحد بقى ملهي في اللي فيه ماشي اهو. ادي الجبنه وادي الخيار
وادي القرص. قدرنا ان دي همبرجر وحطيناها كده بالطريقه دي، ينفع للهمبرجر بدل ما نشتري قرص من بره للهمبرجر. ماشي يا حبايبي. هوريكم كمان رغيف من العيش الفينو. شايفين مستوي من فوق ومستوي من تحت. مستوي من فوق شايفين طار ازاي، طار ازاي وهشش خالص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين اهو، دي البيكنج باودر مخلي العجينه بتاعتها بيضه ازاي كده بالصلاه على النبي. شايفين العجينه ما شاء الله تبارك الله. وتقولوا لي بقى ايه رايكم في المحتوى اللي احنا بنعمله مع بعض اليومين دول. عيش فينو، قرص للهمبرجر، وقبل كده برضو كنت طلعت معاكم بكحك وبسكوت. ان شاء الله ربنا يروق بالنا وهنعمل. ماشي. شاكرين الاستاذ المحترم عبد الحفيظ اخويا طبعا، وعلى راسي من فوق اي حد بيخش يعلق لي طبعا ربنا يجازيه خير الجزاء يا رب واجعله في ميزان حسناته. ايه رايكم بقى في المحتوى اللي احنا عملناه النهارده؟ يعني ممكن نعمل اي حاجه في البيت يعني بطرق سهله وبسيطه جدا، بطرق سهله وبسيطه جدا. ماشي. يعني العيش الفينو بنعمله بجميع السهوله. القرص اللي احنا عملناها مع حضراتكم ديت، نجيب الهمبرجر ونعمله. ماشي. ونعمل القرص ديت ونحط الهمبرجر فيها برضو، ونحط برضو خضار، خيار على طماطم اللي هي الطماطم اللي احنا بنقطعها شرايح. اللهم صل على النبي، بصل والحاجات لزوم البيت. ايه رايكم بقى؟ ادي العيش الفينو اللي احنا عملناه مع بعض ما شاء الله طري ازاي وزي الفل وزي ما وريتلكم. شايفين؟ ايه رايكم؟ مسويينه من فوق ومن تحت وطري ازاي. ايه رايكم؟ وادي برضو قرص اهي ما شاء الله تبارك الله. شايفين؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ بكل سهوله وبص وباقل الثمن اهو. شايفين؟ دي احنا بناكله كده اللبه بتاعت القرص ما شاء الله تبارك الله. وممكن برضو مع كوبايه شاي بلبن برضو ونغير ريقنا بيهم. اي حاجه موجوده في البيت بنعملها وباقل التكاليف بدل ما نجيبها من بره. واحنا عندنا كل حاجه يعني كل حاجه بتبقى متوفره. عندي 2 كيلو دقيق، عايزه اعمل قرصتين، عايزه اعمل بسكوت، عايزه اعمل عيش فينو، عايزه اعمل قرص للهمبرجر. اي حاجه موجوده. يا رب اي محتوى بعمله يعجبكم وينال اعجابكم. انا اسفه بقى ان انا ما عملتش معاكم الطريقه من الاول، بس انا اوعدكم وفي ناس بتحط عليها بيض، بس انا اوعدكم ان شاء الله هنعمله زي ما قلت لحضراتكم. حته خميره بيره، نص كوبايه من الزيت، 3 معالق من السكر، اللهم صل على النبي، نص كوبايه من اللبن او كوبايه من اللبن، كوبايه لبن دافيه. ماشي. واللهم صل على النبي. وكوبايه الميه تكون من الحنفيه، بيبقى تبع الدقيق. ونعجنها ونسيب العجينه لحد ما تخمر، وبعد كده بنفردها ونقوم لمينها. برضو هعمل لكم الطريقه لان انتوا برضو مش هتاخدوا بالكم. لازم نقول لبعض ونعرف بعض. لو انا مش عارفه حاجه انتوا تقولوا لي، اي حد مش عارف حاجه كلنا بنعلم بعض ببعض. جزاكم الله خير الجزاء. يا رب اي محتوى ام احمد بتعمله يعجبكم وينال اعجابكم. عجبكم تعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد، وربنا يجازيكم خير الجزاء. ونصلي على الحبيب المصطفى زي ما توعدنا كده ان احنا نصلي على الحبيب المصطفى. نستغفر ربنا كتير. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم من كل ذنب عظيم. السلام ختام يا احسن ناس في الدنيا كلها بره مصر وجوه مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.